اهلا وسهلا بيكم في وصفه جديده. انا هند فهمي. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الشوكليت، كيك كده سهله وسريعه وخفيفه. دي المقادير معانا: معلقتين كوبايتين دقيق، حوالي نص كوبايه كاكاو، 100 جرام سكر، 100 جرام زبده، 4 بيضات، كوبايه لبن، رشه بيكنج باودر، رشه بيكنج صودا، و100 جرام سكر. هنبدأ نجيب المواد الجافة كده ونخلطها مع بعض. دي نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة بيكنج صودا هضيفهم مع الدقيق، وممكن ادي رشة ملح خفيفة كده، وبعدين ورشة فانيليا. هنبدأ بقى نضيف عليهم الكاكاو واللوز والعين جمل اللي انا جايبه. انا طحنه معاهم لوز وعين جمل عشان تبقى قيمتهم الغذائية وفايدتهم عالية مع الكيك، يعني بجانب طبعا المواد التانية اللي هتعلي برضو قيمتها الغذائية. هنقلب المواد الجافة كده مع بعض، السكر مع الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر، كله مع بعضه ونقلبه كويس قوي. انا هنا حطيت كله على بعضه، ما ضربتش حاجة بالمضرب اليدوي ولا في الخلاط ولا اي حاجة. هضرب كل المكونات مع بعضها من غير ما اضرب البيض لوحده والزبدة والسكر واللبن، لا انا هضيف كل المكونات مع بعض. هضيف كل المكونات وهبدأ اقلب بالراحة كده كويس لحد ما المكونات كلها تتجانس وتختلط مع بعض كويس قوي. انا شايفاها ان هي دي كيكة سهلة وسريعة، مش محتاجة ان انا اضرب كل حاجة لوحدها. كده كده كل حاجة على ما بنخلطها ببعض ونقلبها كويس قوي بتتضرب كلها كويس مع بعض قوي. مش محتاجين ان احنا نضرب كل حاجة لوحدها ونعمل نعمل اطباق كتير لا، هو كلها في طبق واحد وبنقلبها كويس قوي. ونفضل طبعا نقلب فيها كويس قوي لحد ما نحصل على القوام ده زي ما انتم شايفين كده اهو. ده القوام اللي احنا عايزينه. هنبدأ نجيب قالب الكيك. انا هنا كنت حاطاله ورقة زبدة، وهبدأ اجيب بقى حتة زبدة كده وادهنها من الجناب من كل الاتجاهات. انا عايزه كل الحته فيها تبقى متغلفه بالزبده، مش عشان ما تلزقش في الكيك في الصينيه. ودي خطوه مهمه قوي. لو انتوا حابين تعملوها من غيرها مفيش مشكله يعني، بس ممكن تدهنوا الصينيه بتاعتكم كويس قوي زبده او زيت. هنزل كده بالخليط وهنحاول نخليه متساوي كويس قوي. هنضرب كده ضربتين كده الصينيه، لازم نضربها ضربتين دي عشان لو في اي فقاعات هواء تخرج منها، وفي نفس الوقت تبقى متساويه. ونبدأ بقية الخليط جبته وحطيته في ورقة زبدة او اللي هي الورق السيليكون اللي بيدخل الاير فراير، وقلت اجربها برضو في الاير فراير بقى شكلها عامل ازاي. ده كان في الاير فراير ما خدتش اكتر من 14 دقيقة، وده كان شكلها لما طلعت. حبيت اعملها يعني تجربه معاكم سريعه كده، اللي هو لو حابين تعملوها من غير اير فراير. ودي بقى اللي كانت في الفرن، حطيتها على درجه حراره 180 درجه، خدت حوالي نص ساعه 35 دقيقه. انا هنا بشيل الوش اللي هو المرتفع اللي فوق دوت اللي هو بيبقى مقرمش شويه، وهضربه في الهاند بلندر. وهنعرف دلوقتي انا ضربته في الهاند بلندر ليه. قلبتها بقى وشلت ورقه الزبده، وهنا جيت اعمل بقى صوص الشوكولاته اللي هنحطه فوقيها. حوالي ربع كوباية لبن صغنططة، ومعاها معلقة زبدة كده كويسة. ده اللي هنعمل بيه صوص الشوكولاتة. هنقلب كويس قوي قوي، وبعد كده هنجيب حوالي برضو 75 جرام ل100 جرام شوكولاتة على حسب الصينية بتاعتكم. انا كنت عاملة صينية صغيرة. هندوب الشوكولاتة مع الزبدة واللبن كويس قوي لحد ما تاخد القوام اللي انتوا شايفين ده. وبعد كده نبدأ بقى ننزلها على الكيك. لازم تكون الكيك بردت كويس عشان تعرفوا تتعاملوا معاها لما تيجي تنزلوا عليها الصوص. والصوص عندي هنا هو سخن، وهبدأ ان انا اوزعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على الكيك عشان ينزل على الكيك من كل اتجاهات. ده بقى الوش اللي انا خدته بتاع الكيك، ضربته في الهاند بلندر، طحنته كده عامل زي الفتافيت كده، وببدأ ازين بيه الكيك كده من فوق زي ما انتوا شايفين. ونبدأ بقى نقطعها بالشكل ده. طبعا دي بقى تتاكل بقى في اي وقت، يعني بعد الاكل ديزرت كده بعد الاكل، ممكن مع كوبايه شاي، يعني نقدر نحلي بيها في اي وقت. ممكن الصبح لو حابين. تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب. اتمنى الوصفه تعجبكم.